السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فاليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم سلطة متنوعة متكاملة، كتجي صحية بنينة، كذلك غادي نرافقوها مع مايونيز منزلي. في الحقيقة هذه السلطة هذه يعني تناسب جميع المواسم، وكذلك كتجي سريعة في التحضير ديالها. يلا بقاو معايا تشوفوا جميع المراحل. فعلى بركة الله كما كتلاحظوا هنايا عندي واحد الكمية ديال البطاطا، انا فورتها يعني مبخرة، تقدروا مثلا تسلقوها الا بغيتوا. من بعد كنصوطيها في شويه ديال زيت الزيتون مع مليحه، الابزار، شويه ديال تومه بودغ مع شويه ديال القزبور يابس مطحون. كنحاول نصوطيها كما كتلاحظوا، كنحركها غير بهذه الطريقه هكا باش البطاطا تبقى هكا واخده الفورمه ديالها، ما تهرش لينا. وبالنسبه لهاد العمليه انا درتها لجميع الخضر كما غادي تلاحظوا معايا. من بعد خديت هاد الطبسيل هذا اللي غادي نقدم فيه السلطه ديالي، وكنضيف البربه اللي قطعتها قطع صغيره بهذا الشكل هذا. بالنسبه للبربه فهي مسلوقه، ومن بعد قطعتها قطع صغيره، ضفت ليها شويه ديال زيت الزيتون مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون. تقدروا تضيفوا عصير الحامض الا كيعجبكم، انا ما ضفتوش، اقتصرت غير بزيت الزيتون مع مليحه وشويه ديال الكمون. هنايا كما كتلاحظوا درتها في الوسط، واختاريت انني نحطها هنا في الوسط باش ما تلونش ليا جميع الخضر اللي غادي نحط. من بعد كناخذ الخيار اللي قطعته دي طرونش بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، وكنحاول نوضعوه بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا معايا. بالنسبه لهاد السلطه هذه ف كنوظفوا فيها جميع الخضر اللي تيعجبونا، واحسن حاجه انكم تستعملوا الخضر الموسميه. مثلا حنايا دابا في فصل الصيف، فحاولوا انكم تناولوا الخضر اللي كتكون في فصل الصيف، رغم ان بعض الخضر هنايا ولا معظمها راه كنوجدوها حتى في الفصول الاخرى، ولكن دائما نحاولوا اننا مثلا فصل الصيف نتناولوا فيه خضر الصيف، كذلك الخريف نحاولوا نتناولوا خضر الخريف، وهكذا دواليك، لان كتكون واحد الفائده للجسم. صافي هنايا كنستف الخيار بهذه الطريقه، وكناخذ البطاطا كذلك اللي صوتيتها بهذا الشكل هذا. انا خليتها هكا طويله باش هكا تيجي الشكل ديالها زوين، لان قطعت الخضر كامله على شكل طولي كما غادي تشوفوا معايا، خزو مع اللوبيا حتى هما، حتى البطاطا خليتها هكايا على شكل طولي. من بعد هنا كذلك غادي نوضع خزو اللي خديته حتى هو قطعته على شكل طولي، خليته حتى تبخر. من بعد صوطيته في شويه ديال زيت الزيتون مع شويه ديال بودره الثوم، كذلك شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار، ومع شويه ديال القزبور يابس مطحون. هاد القزبور اليابس المطحون صراحه كيعطي واحد النكهه رائعه جدا، فحاولوا انكم تدخلوه حيت كيبنن الماكله. تقدروا تضيفوا مثلا كما قلت لكم القزبور المعدنوس الا بغيتوا. صافي هنايا حطيته، وكذلك اللوبيا حتى هي نفس الطريقه دائما مبخره، وصوتيتها في شويه ديال زيت الزيتون، مليحه، الابزار، شويه ديال الثومه بودغ مع شويه ديال القزبور يابس مطحون. فهنايا اقتصرت عليكم باش ما تجيش لا فيديو طويله، يعني العمليه راها باينه، لان بينت لكم الطريقه اللي درت البطاطا وصافي، يعني الطريقه نفس الطريقه ديال البطاطا كنديروها الخزو مع اللوبيا. هنايا تقدروا توظفوا كما قلت لكم جميع الخضار، تقدروا مثلا ديروا لي الشو دو بروكسيل، تقدروا ديروا عوض خزو هكايا مثلا الا ما بغيتوش تسلقوه، تقدروا مثلا غير تحكوه تخليوه خضر هكاك، يعني لكم الرغبه دائما في اختيار الخضار، وتختاروا الطريقه اللي بغيتوا نتوما. هنا من بعد كنحاولوا نضيفوا واحد شويه ديال البروتينات هكا للسلطه ديالنا. ضفت بيض مسلوق، وكذلك ضفت هنايا البروكولي حتى هو اللي بخرته. هنا هاد البروكولي ما غير بخرته صافي، ما ضفت له لا حتى شي حاجه، ما صوتيتوش، خليته غير هكاك. وغادي نضيف شويه ديال التونه حتى هي،
هنا مثلا عوض التونه تقدروا ديروا صدر الدجاج، مثلا مسوطي، ديروا لادند، ديروا مثلا لي بروشيت، المهم اي حاجه. غير نحاولوا ندخلوا شويه ديال البروتينات في هذه السلطه ديالنا باش كتجينا متكامله متوازنه، وكتجي وجبه متكامله. هاد الوجبه هذه تقدروا تحضروها غير بوحديتها، الا درتوها بهذه الطريقه راه متكامله، تاكلوها في الغداء ولا في العشاء، يعني راها كامله مكموله. هنا كنجي نحضر المايونيز المنزلي. ضفت هنايا واحد بيضه واحده. هنا ضفت انا بيض بلدي. الا عندكم بيض بلدي احسن، حيت كيعطي واحد اللون اصفر لهذا المايونيز، وكذلك تيجي حتى في المذاق زوين. ضفت 2 مثلثات ديال الفخوماج، وكذلك غادي نضيف شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، غير طريقه مع ملعقه صغيره ديال الخل اللي تقدروا تعوضوها بعصير الليمون، وكذلك كأس ديال زيت الزيتون. هنايا بالنسبه لزيت الزيتون، الناس اللي ما تيبغيوش زيت الزيتون فمثلا تقدروا تخلطوها مع زيت المائده. يعني الا كيجيكم المذاق ديال زيت الزيتون شويه قاصح فخلطوها، خلطوها احسن الا بغيتو، ولكن حاولوا توظفوا زيت الزيتون حيت المايونيز تيجي صراحه طبيعي صحي وبنين. صافي كما تلاحظوا كناخذ بغا ميكسور وكنخلطو بهذا الشكل هذاك حتى كيطلع لي المايونيز. يعني العمليه سهله. تيجي واحد المايونيز صراحه غزال، كيجي خاطر عاقد كما غادي تشوفوا معايا. هذا مايونيز معتمد عندي دائما، تيجي بنين واحسن بكثير من هذاك اللي كيتباع في الاسواق. على الاقل بعدا كتناولوا شي حاجه نظيفه صحيه، كتعرفوا نتوما شنو وظفتوا فيها. لاحظوا معايا القوام ديال هذا المايونيز اكثر من رائع، وخصوصا الا وظفتوا بيض بلدي كما قلت لكم فتيعطي واحد اللون الاصفر تيجي رائع جدا. هذا المايونيز غادي نرافقوه مع السلطه ديالنا، وغادي تحضروا به دي ساندويتش، تحضروا به اي حاجه، تيجي زوين، تيبقى في الثلاجه مده ديال 3 ايام، ما تيخسر ما والو. وكانت هذه هي السلطه ديالنا اللي حضرنا، سلطه متنوعه بجميع الخضر اللي نتوما كتحبوها وكتختاروها. كتجي متكامله مغذيه وصحيه كذلك، كما لاحظتوا معايا سريعه في التحضير ديالها، ما كتستغرقش وقت طويل. فكنتمنى تجربوها وتجربوا كذلك المايونيز اللي عطيتكم، وخليتكم على خير. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، في امان الله.